السلام عليكم، ازيكم حبايبي واعضاء صفحتي. زي ما انتم شايفين معانا النهارده التشويحه. معانا طبق عباره عن كيلو، فيه ربع كيلو من كلاوي وكبده وقلب وكمان سجق. عملته وشوحته عشان تشوفوا هو بيتشوح ازاي. الطبق ده اسمه التشويحه. جبت شويه زيت، حطيت فيهم نص معلقه من الثوم ونص معلقه من الكزبره الناشفه. انا بقول لكم بس ان انا بعملها ازاي علشان تعملوها زيي. بدات احط بقى الحاجات اللي بتغيب في السوا الاول. زي ايه؟ اول حاجه القلب، شوحته شويه كده لحد ما خد لون وبدا يدخل في السوا. وبعديه الكلاوي بنفس الطريقه. وبعدين هنحط بعد الكلام ده شويه ملح وفلفل بقى عشان نملحهم كده، علشان ما نطولش عليهم في السوا من غير تمليح. بدات احط السجق بقى، وانتوا عارفين السجق بيبقى عليه توابله، فما احتجتش ازود ملح وفلفل ولا اي حاجه. بدأ بقى يدخل في السوا هو كمان. وسعت مكان وكنت متبله الكبده، حط عليها عصير ليمون، ليمونه واحده بس كانت كبيره، وشويه ملح وشويه فلفل. وزي ما انتم شايفين دخلت في السوا من الليمونه على طول. حطيتها بقى في النص كده، وانتوا عارفين الكبده متاخدش حاجه، دي تشويحه بسيطه كده. الاكله دي كلها على بعضها اسمها التشويحه، بتاخد منك 10 دقايق. تيجي من شغلك تلاقيها موجوده. دي موجوده عندنا الكيلو منها مشكل. لو انت عايزه اي نوع من الاربع انواع قولي لنا واحنا نعيد تشكيل الطبق تاني. حطيت شويه صوص بقى او هوت صوص، وسندوتشات بقى او حاجه بقى مش قادره اقول لكم. ممكن نعملها جنب مكرونه او جنب رز زي ما احنا عاوزين، او رز بسمتي او اي حاجه، او تتاكل في عيش سندوتشات كده. جربوها حلوه قوي.